السلام عليكم، كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، قصة جديدة. قصة اليوم غادي تدينا لمدينة بن حمد، والقضية اللي جبت لكم اليوم كانت دايرة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. ما كاينش شي واحد ما عارفش هاد القصة هادي ديال سعيد بولحية. نهار الأحد 20 أبريل 2025 مع أذان العصر بالضبط، واحد مجموعة من المصلين غادي يمشيو للمسجد الأعظم في بن حمد. لاحظوا واحد الرائحة غريبة كاينة في ديك البلاصة خارجة من المرحاض أعزكم الله ديال المسجد. منين قربوا لها لقاو أكياس بلاستيكية فيها أجزاء بشرية، بلا ما نتعمق في التفاصيل اللي مقرفة وموجعة للقلب بزاف، رفقا بالناس الحساسة، حيت هاد القصة تقدر تأثر على الناس بزاف، نفسيتهم غادي تمرض. نكملوا القصة ديالنا. حدا دوك الأكياس لقاو مجموعة ديال الأسلحة بيضاء. ما فهموا الناس والو، بقاو غير مصدومين من داكشي اللي شافوا قدامهم، خصوصا أن المدينة ديال بن حمد صغيرة بزاف، ونادر فين كتسمع فيها شي حاجة، شي واقعة بحال هكا أو شي حاجة، حيت هي مدينة اللي هادئة والناس ديالها مهدنين داخلين سوق راسهم، ما عندهم لا مع مشاكل لا مع صداع. الناس شافوا هادشي، اول حاجه داروها هي اتصلوا بالشرطه، عاودوا لهم اشواقه، جاو البوليس في البلاصه، جاو كيجريو، شافوا هذيك الكارثه حداهم. واول واحد شكوا فيه هو سعيد بولحيه، هو اللي دار عليه هاد القصه. كاع الناس اللي في الساكنين في داك الحي كلشي كيتشكى منه، والشرطه غير بداو التحقيق مع الناس، كلهم تيقولوا نفس الكلمه، نفس الشخص يقول لهم راه سعيد اللي غيكون دار هادشي، حيت هو واحد الشخص اللي عدواني بزاف وغريب الاطوار. طحتي في الفخ وليدي. وكل شيء كيخاف منه. نتعرفوا على سعيد. سعيد معروف بولحية، ساكن في داك الحي. هو شخص خايب بزاف من ناحية الأفعال وعدواني. من بعيد كيبان أنه شخص مديان، كيقرأ القرآن، كيصلي، ولكن أقدر منه ما كاينش، فمو فيه غير الكلام الخايب. حتى واحد ما كيقدر يجلس معاه أو يهضر معاه من غير شي ناس قلالين اللي كانوا كيهضروا معاه ما كيديوش عليه، كيشدوا ليه الخطر، كيقولوا حمق ما نديوش عليه. سعيد كان خدام، كانت عنده كروسه كيبيع فيها الديسير، ديما هز كروسو تيدور بها على الناس. اغلبيه الناس كيخافوا منه في داك الحي، هو ديما كيبعد باش كيبيع. ولكن كاينه واحد الفئه معينه كتحترم سعيد حيت ما كتعرفوش مزيان، بعادين عليه، حيت كيف قلت لكم هو من البعيد كيبان انه راجل اتقي الله مديان، داخل السوق راسو، مهلي في الجامع، هو اللي كيحلو، هو اللي كيسدو، كيسيقو، كينقيه. هكا الناس كانوا كيشوفوه، كيبان لهم غير انه شخص محترم متقي الله مديان معقول. ولكن ما خفيه كان اعظم. الناس ديال بن حمد كيقولوا باللي سعيد كان ديما كيتدابز وكيتخاصم في الجامع، وبالضبط حدا الحمامات اعزكم الله. المدابزه اللي كتكون خايبه بزاف حتى كيعيطوا الناس للبوليس. ملي كيجيو البوليس كيديوه نهار يومين 3 ايام وكيرجعوا تاني نفس الحاجه. المدابزات اللي كان كيدابز بسبب انه تيقولوا دياني بزاف، يعني متشدد، هادشي على اقوال الناس اللي كيعرفوه. ما كيحملش يشوف شي واحد تيشرب الكحول او كيدير شي حاجه بحال هكا من الموبقات. ما عندوش ديك الفكره في راسو ديال انه يمشي عند الناس يهضر معاهم ينصحهم، لا، كيمشي نيشان كيهجم على الناس، كيبدا يغوات، كيخرج في عينيه، كيدفل على الناس، وشي مرات كيقجهم. هاد السيد مريض بزاف، داير واحد الحاله، داير قناع بلي راه راجل دياني وكيعرف بينه وبين الله، واخا هو ما كيعرف في الدين غير الخير. عاطي بالعان ديك الصوره للناس باش يشوفوه هكاك، اما هو لا علاقه عنده بهاد الدين. واحد الليله واحد السيد كان دايز من حدا الباب ديال سعيد. سعيد كان خارج، هو يشوفه بدا كيعاير فيه، ما خلى فيه غير اللينصه، تفل على السيد، بقى جالس كيعايرو، السيد ما جاوبوش، خلاه ومشى كمل طريقه. كان واحد العساس تما كان حاضر وشاف كل شيء، مشى عند هذا الراجل، قال ليه مالك معاه، شنو بيناتكم؟ قال ليه الراجل بعد منه وما تدورش بيه، راه السيد مريض وخايب ديال بصح، راه غيدير لك شي حاجه خايبه، ومشى بحاله. ومن وراء ديك الليله هذا الراجل غبر، اختفى، بحال نقدر نقول لكم انه تبخر، ما عمرو بال من داك النهار. رجعوا القصه ديالنا. البوليس ملي شافوا الناس كاملين شاكين في سعيد مشاو نيشان باش يحقوا معاه، ولكن كان كل شيء باين وواضح، لقاو عليه القبض
ديك الساعة بتهمة أنه صفاه الواحد وقطعو بطريقة بشعة. رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يعرفوا بزاف ديال الحاجات كان مخبيها سعيد. مشاو البوليس لدارو، بداو التفتيش، عرفوا باللي مش كاينش غير واحد اللي مات، كاين بزاف ديال الناس. يعني هنا راه ماشي سعيد مجرم عادي، راه سفاح خطير بزاف، مصفيها لبزاف الناس. كل مره كيلقاو عينه في بلاصه كيديروا الدي ان اي كطلع لهم عينه مبدله على الاخرى. يعني لحد الان ما معروف شحال من واحد تعدى عليه وشحال من واحد مات. الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها هي انه كاينين اكثر من 3 ديال الناس اللي ميتين في ديك الدار عنده، ولكن الاجزاء ديالهم ما معروفش فين كاينه، حيت الناس ما كيلقاهمش كاملين، كيلقاو غير كل جزء كيلقاوه في بلاصه، وكيقطعوهم بواحد الطريقه اللي احترافيه بزاف. وراه نقدر نقول لكم انه كيفصل اللحم على العظم، يعني راه واصل لواحد المرحله بزاف. مختل عقلي ماشي لا مختل عقلي ما غاديش يكون كيحلف وكيتعلم في الحيوانات وبالتقطاع وكيشد الحيوانات كيقطعهم طراف طراف وعاد باش تتعلم باش كيجيو السلطات والامن ورجال رجال القوات المساعده وكيتضاربوا مع فوق 10 12 وكيديوه لمستشفى الرازي وكيعاودوا كيجيبوه. ها هو هذا الشخص اللي دابا تكلمت. سمعنا ان عنده تقريبا 56 شكايه، يعني من الضرب من الجرح من السرقه اضرام النار. السرقه بالجامع كيدخل كيهز الحوايج الصحه الماكله الصحه المحلات كلشي كيتخاف منه. اي واحد كينوض فيها الرعب. ها هو استغلل هاد الضحيه كيفاش استغللها وجابها وقطعها وتصوبها. واش هذا مختل عقلي؟ هذا مجرم هذا اجرام، هذا هو الاجرام. نرجعوا للراجل اللي عايروا بولحية واختفى من داك النهار. اكيد هنا كامل غتكونوا عرفتوا داك الراجل شنو وقع عليه وفين غبر وشنو كاين، حيت الراجل بحال تبخر حتى واحد مبقى عارف عليه شي حاجه. سعيد من بعد ديك الليله اللي عاير فيها الراجل ولا كل ليله سامر عليه. الصراحه كل واحد وشنو كيقول في هاد القضيه. شي تيقول لك راه انه في ديك الليله نيت السيد مشى صفاها ليه، شي تيقول لك لا من ورا يومين، كل واحد وشنو كيقول. المهم سعيد بولحية مشى عند هذا الراجل وطلب منه السماحه وبقى جالس كيهضر معاه، يعني كيتبتو حتى الحمامات ديال المسجد. السيد ما فهم والو، غادي معاه كيدوي معاه عادي. من وصل حدا الحمامات ويجبد ليه السلاح اللي كان مخبيه تما، وبلا ما ندخلوا في التفاصيل راكم عارفين اشنو وقع. وهنا غنكونوا كاملين عرفنا داك الراجل اللي تغبر ديك الليله اشنو وقع عليه. راجل جا عايد مع ولادو وقتا ولادو ياكل الضحك واللعب. دخلت بنتو للربعة ديتها مع 8:30، جيت لقيتوني عاصو فطرت انا وياه والوالده. مشى دار دوره، قلت لي فين غادي؟ قال نمشي ندير دوره. قلت لي تعالى راه لي كوشو بوطه خاويل. قال انا ندير دوره غنجيبهم معايا. خرج اخويا ما رجع، واخويا خرج ما رجع، ورا خويا خرج ما رجع، وكنقول واقيلا دا شي واحد يخدمني، راه كيمشي وكيعيط ورا التليفون خاسر، لا كيخسر لي التليفون. ورا ما سمعت هاد السفاح اللي دار راجلي بحال هكا عرفت راجلي، وراجلي ما كيغيبش، وراجلي واخا يمشي حتى خدني يعيط بالتليفون ديال عباد الله. وكنقول لي ما بقاش تعيط لي بالتليفون ديال عباد الله ويعيط باش يسول عليا ويسول على ولادو. ولادي ما عمر غاب، واخا يغيب تيعيا ويسول. وراجلي شواوني فيه خويا، وشواوني فيه ورا كان. الشرطه متاكده باللي بولحية صفاها لكثر من 3 ديال الناس، واللي كيتقال انهم معاهم طفله صغيره عندها 5 سنين حتى هي صفاها ليها. البوليس كيديروا التحريات ديالهم في سريه تامه بلا تسريب حتى شي معلومه، ولكن الناس ما ساترين والو، كيقولوا كل شيء تتحولت هذه القضيه لراي عام وكل شيء عرفها. سكوت الناس على سعيد كان من اكبر الاسباب اللي خلات الامور كبرت بزاف. الناس كاملين كانوا عارفين باللي سعيد مريض نفسي ماشي انسان عادي،
كانوا كيشوفوا شنو كيدير، كانوا كيشوفوا انه كيقتل الحيوانات، كيعذبهم، كيقرضهم طراق، كان كلشي كيخاف منه، كلشي هارب منه. وهذاك السكاسي ديالهم كان كيشجعوا باش كل مره كيزيد شي حاجه جديده. وديما كان كيشوف راسو راه واعر، ملي كيشوف الناس هاربين منه وخايفين ديما كيبقى يبان ليه راسو راه واعر وكيزيد يزعم اكثر. نظركم علاش الناس كيشوفوا سعيد وساكتين، كيشوفوا ديك الحاله اللي كيدير وكيتجنبوه ديما؟ واش حيت خايفين منه ولا حيت عارفينه قتال؟ هاد السؤال انا غادي نخليه لكم وبغيتكم كاملين تجاوبوني عليه في لي كومونتير. سعيد كان ديما كيديو البوليس ملي كيكثر من الصداع، ومن بعد يومين 3 ايام كيرجع حيت هو شخص مريض. الناس كانوا كيخافوا، كيقولوا الا درنا معاه شي حاجه ولا هضرنا معاه ولا درنا فيه راه غادي يرجع وغادي ينتقم منا. بعض المرات الناس ما كيعرفوش كاملين يتعاملوا مع المرضى النفسيين، كيخافوا بزاف. اكثريه هذا تيقول انه غادي يرجع وغادي ينتقم منهم، خصوصا انه عارفين الشرطه كيديوه حتى للسبيطار، كيعطيوه مهدئات وعاوتاني كيرجع. القضيه ديال سعيد باقيه مستمره لحد الان، واخر الاخبار السلطات انها مازال مكمله البحث ديالها وكتجمع المعطيات وقعوا ملفات اخرى ديال الاختفاء مرتبطه به، كيحاولوا يعرفوا واش عندها علاقه به او لا. المجرم لحد الان مازال في الحبس كيتسنى المحاكمه ديالو. كلشي كيتسنى بفارغ الصبر اشنو غادي يوقع في الجلسات الجايه. حتى لدابا مازال ما صدرت حتى شي تصريحات رسميه اضافيه، حيت البوليس دايرين الخدمه ديالهم فواحد السريه تامه، ما كيخرجوا حتى شي معلومه. يعني القضيه غامضه شويه حيت حتى واحد ما عنده حتى شي تصريح. واكيد العداله خدامه وقريب توصل الحقيقه كامله بلا ما يضيع حق حتى شي واحد طبعا من الضحايا. ان شاء الله غادي تكون نهايه منصفه وترد الاعتبار لعائله الضحايا. بالنسبه للناس اللي ماتوا ندعو لهم بالرحمه. الا كانوا اي تحديثات جدادين اكيد غادي ندير لكم فيديو جديد وغادي نخبركم بكل شيء. وكانت هذه قصه اليوم على سعيد ملقب بولحيه. كنتمنى الدعم ديالكم واشتراك القناه. خليكم على خير.